قنديل معروف في المنصورة انه الجزار. ده رئيس مباحث المنصورة بيدخل كل القرى يقتل في الناس، يعذب في الناس وياخد إتاوة وياخد فلوس وبيسرق من البيوت. ادي العصابة بتاعت الحرامية، ودايما بيترقى، ولما يحبوا بقى يعني يرادوا الشعب ينقلوه. احنا بنقول من هنا لا احنا عايزين نحاكم القتلة. القصاص بكرة القتلة دول لما الشعب اللي انتوا سايبينه ده يقوم عليكم، اول حاجة هيعملها هيحرق قصوركم اللي نهتوها من دم الشعب، هيحرق كل الداخلية وكل اقسام الشرطة. مش هتعرفوا تخلوا الشعب ده ما يحرقوش بالغل اللي في قلبه على اولاده اللي ماتوا واللي اتعذبوا. الضابط محمد معوض النقيب المتهم بقتل ناصر الصعيدي من تلبان. الضابط وائل منصور الشهير بسفاح المنصورة والمنزلة المتهم بتعذيب الصحفي بشير صقر. الضابط ابو العزم فتحي منصور المتهم بتعذيب وقتل طفل شهى محمد ممدوح، طفل عنده 12 سنة. خدوا الطفل شطروا عليه وقعد يعذب، بيقولوا ان سرق باكو شاي. الطفل ده راح عمره في باكو شاي، يعذبه ويضربه بالجزمة لحد الواد ما مات. لا دي ناس سادية، ناس شاذة، ناس بلطجية، لا يمكن نسكت على كده. الضابط جمال عبد السلام ده بقى جه يتشطر على مين؟ الصحفيين، لان الصحفيين الشرطة هم اللي بيصوروا وبيغطوا ده. اتشطر على بنت، على شابة من جريدة المصري اليوم غادة عبد الحافظ، بيتشطر عليها، واحنا عارفين ان اللي بيتشطر على واحدة ست يبقى ايه؟ مش راجل. احنا مش عايزين، مش راجل، ده يبقى تيس. هذا التيس بيتشطر على البنت وبيسحل البنت وبيسحل هشام لطفي من جريدة العربي، وبيقبضوا على كمان محمد عبد اللطيف اللي هو مراسل جريدة البديل. بيشطروا عليهم لانهم طبعا اتجننوا، لان الولاد دول فضحوهم بالاسماء. الضابط ايهاب مروان شبانة قضايا تعذيب ادت للموت بمركز بالقاس. ولسه دي الاسماء الاولانية، ده الاسماء في كل مصر وفي كل اقسام مصر. النهاردة غير العمرانية اللي هم قوم وقتلوا ناصر جاب الله في العمرانية ورموه من البلكونة. السفاك اللي ما بيملكش حاجة غير لقمته الشريفة اتشطروا عليه وقتلوه. النهاردة المحامي احمد عبد العزيز اللي موجود في شبرا الخيمة اتشطر عليه، موجود في العناية المركزة. اتشطر عليه السفاح بتاع شبرا الخيمة المعروف اشرف مرجان، معروف سفاح بيلقى للناس القضايا، قضايا مخدرات وقضايا سلاح، وقبل كده ضارب محامي، والمحامين القليوبية معتصمين لحد ما ياخدوا حقهم. قال ايه؟ محافظ القليوبية وسوق القليوبية نقلوه. احنا ما نقل لا، لازم الناس تاخد حقها من الناس اللي قتلت. ده قتل عمد. القصاص كل اجيالنا بتقول القصاص، واللي باقي اظلم، اللي ضربنا بالرصاص هو الاظلم. احنا بنطلب تغيير سلمي، هم مش هيدونا فرصة، هيخلوا الشعب ده بالغل يقوم يحرقهم واحد واحد وغيره اللي بقى ملوش دية ولا له في وطنه دية، واللي متهان قاعد لو ان يتهان بره. واديكوا شفتوا الاثنين اللي في الكويت اللي رشوا عليهم مية نار. لا الداخلية تاخد حقهم، ولا وزير الداخلية ولا وزير الخارجية، دول كلهم ناس